اول حاجه لازم نغيرها وهي الباك جراوند عن طريق اداه بين باكيت تول. هنخلي اللون لونه ريد، وبعد كده هنجيب صوره ليفربول وهنكبر الصوره على قد ما نقدر بحيث تكون هي متوسطه الخلفيه وفي نفس الوقت باينه. بعد كده هنخش على اللاير ونقلل الشفافيه بتاعتها لحوالي 14 كده. وهنجيب صوره لاعب احنا عايزينه، انا اخترت محمد صلاح. كبرت الصوره ومن اداه السلكشن هتعمل سلكت على اللاعب وهو تلقائي هيتحدد لوحده. هناخدها كوبي عن طريق كنترول سي، بعد كده كنترول في. هنمسح اللاير الاصليه اللي هي فيها صوره اللاعب في الاصل، بقى معانا صوره اللاعب لوحده. بعد كده نخش على اللاير وندوس كليك يمين ونختار البيلدينج ونختار تحت الجلو وندوس علامه الصح وندوس اوك عشان يعمل لنا الشادو اللي لونه ابيض اللي انتوا شايفينه دوت. هنجيب تاني صوره برضو للاعب، نعمل نفس النظام اللي عملناه، سلكشن على اللاعب هتحدد تلقائي. هنعمل كنترول سي بعد كده كنترول في. هنا كان في اجزاء من اللاعب انا عايزاها وفي اجزاء لا، فعن طريق برضو اداه السلكشن، بس هي المانيوال الاداه اللي احنا بنحدد بيها على اساس احنا عايزينه اخترت. بعد كده مسحت اللايرز اللي انا مش عايزاها وسبت اللاير اللي انا عايزاها. كبرت المقاس. بعد كده هندوس على اللاير نختار البيلدينج، نعمل برضو الجلو اللي تحت وندوس اوك عشان يعمل الشادو الابيض اللي انتوا شايفينه. بعد كده هنعمل لاير جديده، هنستخدم البرش عشان نعمل برش لونها ابيض ورا اللاعب كده، هتدي احساس حلو في الصوره. برضو نفس النظام على الثلاث صور اللي معانا. في نقطه مهمه قوي هنا، هناخد كل لاير دي هنحطها ورا اللاعب، يعني لو صورة اللاعب فوق فاللاير اللي فيها الابيض هتبقى تحتيه علشان ما تبقاش على كتفه او على ايده او كده. بعد كده هنعمل لاير جديده عشان دي اللي هنكتب فيها اللي احنا عايزينه. انا كتبت كلمه مو واخترت طبعا الخط اللي انا عايزاه واخترت اللون اللي انا عايزاه، تقدروا تختاروا اللي انتوا عايزينه برضو. اهم حاجه برضو في الجزء ده اللي انت لازم تخلي اللاير بتاعه الكتابه تبقى تحت اللاعب، يعني في الترتيب اللايرز تبقى اللاير زي ما انتوا شايفين كده لازم تبقى تحت اللاعب ما تبقاش فوقيه. يعني مثلا لو صورة محمد صلاح فوق في اول لاير، فاللاير اللي تحتيها تبقى الكتاب اللي انتوا عايزين تكتبوه علشان تبقى تحتيه ما تبقاش فوقيه في الديزاين نفسه. ونفس النظام في صلاح اهو، لو تلاحظوا الكلام تحت اللاعب، ودي حاجة بتبقى حلوة قوي. شايفين بغير ازاي اللاير، بغير مكانها. وعملت لاير جديدة عشان الكوتش اللي تحت اكنه واقف. عملت لاير، عملت البرش لونها اسود وغيرت مقاسها وخليته اكنه واقف. تفاصيل بسيطة بس بتفرق يعني. بعد كده عملت لاير جديدة وغيرت الحجم، كبرت المقاس، خليتها لونها ابيض، وبدأت اعمل في الجزء اللي تحت. لو تلاحظوا الابيض تحت اللاعب، لا انا عايزاه فوق اللاعب، فببدأ اغير مكانه وخليه فوق اللاعب فوق صور اللاعب، وببدأ اعمل لاير جديدة بقى عشان اكتب فيها الكلام اللي انا عايزاه، وابدأ اغير الحجم واغير المكان واغير اللون. طبعا هيبقى انسب حاجة الاسود، واغير نوع الخط دلوقتي، بحب الخط ده جدا.
بس كده والديزاين يكون خلص. لو عايزين الصور اللي انا استخدمتها اكتبوا لي تم في الكومنتات واعملوا فولو وانا هبعته لكم. شوفوا النتيجة النهائية.